شخصيتك بديكورك، تأكدوا أن شخصيتكم هي اللي تترجم ديكوركم. خلكم معاي بهالفيديو، راح تستمتعون وايد. مرحبا، أنا أنفال العبيدلي، صاحبة شركة أستيتيك ديزاين لتصميم الديكورات الداخلية. أضمن لكم متابعة فيديوهاتي راح أساعدكم على حل مشكلاتكم في التصميم الداخلي وتوصلون بمنازلكم لأفضل نتيجة ممكنة. مرة من المرات كنت قاعدة مع صديقتي مريم، تقدرون تشيكون على حساباتها في السوشيال ميديا، وقالت لي أنا ودي أغير غرفتي. حسيت فعلا إن هي محتاجة للتغيير، ضايعة داخل الغرفة ومو عارفة شلون تغيرها. فبيني وبين نفسي قعدت أفكر، قلت ليش ما نخلي غرفتها تعبر عن شخصيتها. شخصية مريم جريئة، صريحة، تحب الغموض وبنفس الوقت تحب الاستقرار العائلي. وبعدها قعدت أتناقش معاها عن الأفكار داخل الغرفة، وأهم شيء عندي الألوان، لأن غرفة النوم هي أهم مكان داخل المنزل وهو مكان الراحة والهدوء، لحد ما وصلنا للون اللي هي تحبه، اللون الأسود، لون الأناقة، لون الغموض، لون الجرأة. عقب نقاشنا ارتحت، وايد ارتحت، لأنه وصلنا للنتيجة اللي هي تبيها. وبنهاية الفيديو راح أوريكم مقتطفات من غرفة نوم مريم. خلوني الحين أشرح لكم عن بعض الشخصيات وشنو الديكورات والتصاميم المناسبة لها. أول شيء بقسم الشخصيات معاكم: الشخصية العملية، والشخصية الإبداعية، الشخصية الاجتماعية، والشخصية الهادئة. الشخصية العملية لازم نصمم لها تصميم ذكي وبسيط. بالنسبة للشخصية العملية أنا أفضل أن التصميم يكون بألوان محايدة، يعني نروح عند البيجيات ودرجات الرمادي، لأن هذه الألوان تعطي شعور بالاتساع والنظافة. الأثاث يفضل أنه يكون متعدد الوظائف والاستخدامات، لأن الشخصية العملية تحب تشتغل، تحب نفس الوقت تكون هادية بأوقات معينة، فلازم الأثاث يلبي متطلبات العميل ذو الشخصية العملية. يفضل أن التصميم الداخلي للشخصية العملية أنه يكون عنده حلول ذكية للتخزين، خصوصا الخزائن المدمجة واللي موجودة بالجدران. الديكور يكون بسيط بعيد عن الازدحام، عشان نقدر نحافظ على بيئة متوازنة غير مزدحمة ومرتبة وسهلة الصيانة. وبهالطريقة طلعنا بنتيجة جدا مهمة: تصميم منظم، مريح وعملي، ويناسب أسلوب حياته السريع. فأنا أرشح مينيماليست ستايل للشخصية العملية والبسيطة. الحين الشخصية الإبداعية، يفضل أن يكون التصميم إلهامي إبداعي، لأن الشخصية الإبداعية من سماتها أنه يكون محب للفن، يحب التغيير، ويحب انتقاء الأشياء الفريدة. حلو التصميم الداخلي للشخصية الإبداعية أنه يتمتع بالألوان الجريئة: أصفر، أزرق، برتقالي. إذا كانت الشخصية ميكس بين الهادية والإبداعية نلجأ للألوان الهادية مثل ألوان الباستيل. ويفضل بالتصميم أن نخصص جدار يكون جاليري، يحتوي على لوحات فنية، يحتوي على صور فوتوغرافية أو إنجازات. المهم أن هذا الجدار لازم يعكس شخصيته الإبداعية عشان يرتاح بمكانه. الأثاث يفضل أنه يكون غير تقليدي وبأشكال هندسية مميزة وبألوان حيوية. وضروري جدا أن نحط مساحة عمل مرنة للشخصية الإبداعية. أنا مثل ما أنتم عارفين شخصية إبداعية، فأكيد يبي يرسم ولا يصور ولا يمارس أي هواية تكون موجودة عنده، فلازم نخلي مكان خاص فيه حتى يرتاح بالتصميم الداخلي داخل بيته. فالنتيجة راح تكون تصميم يعبر عن الشخصية الإبداعية، تحفزه على الإبداع وتشعره إنه في مساحة ملهمة. أنا كمصممة داخلية أرشح بعض التصاميم الداخلية والستايلات مثل ميد سنتري، باو هاوس، منفس، مينيماليزم راح اشرحها ان شاء الله بالفيديوهات القادمة، اللي هو يجمع ما بين الماكسيماليزم اند مينيماليزم.
الشخصية الاجتماعية. من سمات الشخصية الاجتماعية إنه يحب التجمعات، يفضل المساحات المفتوحة، ويهتم براحة نفسه وأهله وضيوفه، فيفضل أن التصميم يكون مفتوح المساحات والجلسات. توزيع الأثاث، يفضل أنه يكون بطريقة تسمح للمحادثات أنها تكون بطريقة سلسة والكل جالس بمكانه وهو مرتاح. معناته توزيع الأثاث يفضل أنه يكون مربع أو حرف اليو أو بشكل متقابل بحيث أنه يصير في حوارات طول الوقت. الإضاءة يفضل أنها تكون دافية وغير مباشرة عشان تكون الجلسة مريحة للضيوف. طاولة الطعام يفضل أنها تكون كبيرة حتى تستقبل ضيوف أكثر، أو ممكن نحط صغيرة قابلة للتمدد. ولا ننسى هالنقطة أن قياسات الأثاث لازم تكون متماشية مع قياسات المساحة. الألوان يفضل أنها تكون ألوان ترحيبية مثل البيج والأخضر الزيتوني، وبنفس الوقت يكون فيها لمسات دافئة من الأخشاب. النتيجة راح يكون تصميم مثالي للجلسات بحيث أنه يشعر الضيوف بالراحة والدفء. وأنا أرشح للشخصية الاجتماعية مودرن كونتمبراري، فرنش مودرن، ممكن نقول فارم هاوس أو إنجليش كانتري. الحين بشرح لكم عن الشخصية الهادية المريحة اللي يحب يرتاح داخل بيته. التصميم يفضل أنه يكون مريح ومايل للطبيعة، لأن من سمات الشخصية الهادئة أنه يحب الاسترخاء، يفضل البساطة ويركز على راحته النفسية. الألوان تكون ترابية، درجات البيجي، الأخضر الزيتوني والأبيض الكريمي، يعني كل الألوان اللي تشعر صاحب المكان بالاسترخاء والهدوء. الأثاث يفضل أنه يكون مريح عملي، عمق السوفة يكون أكبر من العمق المعتاد عشان يكون شوية ريلاكس وهو قاعد بمكانه. يفضل أنه يكون في نباتات داخلية عشان تساعد على تجديد الهواء، ولازم يكون بالتصميم إضاءة طبيعية وإضاءات صناعية خافتة وتساعد على الاسترخاء. النتيجة التصميم مريح وهادئ بعد يوم طويل. أنا أرشح للشخصية الهادية تصميم الاسكندنافيان ستايل وكالم بوهو. شاركوني بالكومنتات شنو نوعية شخصياتكم وخلوني أقول لكم شنو الستايلات المناسبة، وتلقون بصندوق الوصف PDF باللغة العربية وباللغة الإنجليزية عن التصاميم والشخصيات اللي شرحتها لكم. وبنهاية الفيديو مثل ما وعدتكم راح أوريكم مقتطفات من before و after لغرفة مريم صديقتي. شوفوا معاي هاللقطة. حابين تكون عندكم فكرة عن بعض التصاميم المناسبة لمساحاتكم والألوان المناسبة، تقدرون ترجعون للفيديوهات السابقة، ولأي استفسار تقدرون تعلقون بالكومنتات وأكيد برد عليكم وأفيدكم. باي.